في الفيديو ده هقول لك ازاي تشتري عقار في دبي ب 120,000 درهم وتعمل ارباح صافي 15% صافي سنويا، وهقول لك على الشرط الوحيد اللي في الموضوع في بداية الفيديو. الشرط الوحيد انك تكون موظف داخل دولة الامارات ومرتبك اكتر من 5000. اول حاجة هنروح ندور في السوق على استوديو يكون جاهز وسعره لا يتخطى ال 500,000. هندفع المقدم اللي هم 20% مع مصاريف التسجيل، ونروح ناخد الباقي من البنك بفايدة من 3.5 ل 4%، فايدة متغيرة عشان دي بنوك إسلامية عشان الفايدة تكون حلال. هنأجر الاستوديو مفروش شهري من 5000 ل 6000 درهم، عقد سنوي 12 شيك شامل الفواتير طبعا والديوة. قسط البنك بتاعك هيكون في حدود 2500، ممكن يزيد حاجات بسيطة وممكن يقل حاجات بسيطة على حسب معامل الربحية اللي البنوك الإسلامية بتحطها كل كوارتر عشان يكون القرض حلال. إنما ما تنساش الإيجار هيكون في زيادة دايما وباستمرارية مع الوقت، يعني السنة دي غير بعد سنتين غير بعد 5. يعني ال 5000 اللي احنا ابتدينا نأجر بيها السنة دي بعد 3 سنين هيكونوا 6000، بعد 5 سنين هيكونوا 7000، وانت الاقساط بتاعتك هتكون زي ما هي في حدود ال 2000 2500. خلينا على اقل تقدير واحنا اولاد النهارده، هتاخد اقل حاجه من الشقه دي 5000 درهم شهري، قسط البنك هيروح 2500 وال 2500 الثانيه في جيبك، يعني في السنة ضرب 12 حوالي 32,000 درهم داخلين جيبك صافي سنويا. هنشيل منهم 10,000 درهم مصاريف صيانة وكهرباء، هيتبقى في ايدك حوالي 22,000 درهم صافي. هنشيل منهم 2000 درهم لأي طوارئ أو أي حاجة محتاجة تتصلح في الشقة، يعني انت كسبت 20,000 درهم في ايدك. يعني انت في البداية دفعت 120,000 درهم استثمار وعملت آخر السنة 20,000 درهم أرباح، يعني تقريبا 15% صافي سنويا. وقيس على كده كل مضاعفات الرقم، لو حطيت 240,000 وكسبت 40,000، لو حطيت 360,000 كسبت 60,000، يعني 15% صافي اليوم، والسوق بيعملهم وتقدر تعملهم. وما تنساش ان بعد 5 سنين الايجار هيزيد، راس مالك اللي انت حاطه ما زادش والقسط بتاع البنك بيزيد او بيقل حاجات طفيفه، بس الارباح تقدر توصل ل 17%. لو محتاج حاجه زي كده او محتاج مساعده انك تنفذ حاجه زي كده، رقمي موجود، كلمني. مع السلامه.